جالي تليفون من حد قالوا مساء الخير، انا قريت الروايه وعجبتني جدا ودورت على رقمك لغايه ما لقيته. مين معايا؟ قال انا شيكو. اوكي ثلاثي. هي ما كملتش، بس ما كانش بسبب تقصير مني او حاجه، انا بعتبر ان القدر هو اللي ما كملهاش. انا كنت عملت روايه اسمها التعويذه الخاطئه سنه 2014 اظن. دي كانت جزئين رعب كوميدي، احنا بنتكلم على الجزء الاولاني وقتها. فجالي تليفون من حد قالوا مساء الخير، انا قريت الروايه وعجبتني جدا ودورت على رقمك لغايه ما لقيته، وعايز اقول لك انا الروايه حلوه قوي، فالله يكرمك شكرا بتاع. بدات انا احس ان انا فمين معايا؟ قال انا شيكو. اوكي ثلاثي. فانا ما جاش دي اخر حاجه جت في دماغي، فقلت له ماشي شكرا ميرسي وبتاع بقى قفلنا. فبعت لي على الواتساب صورته وهو ماسك الروايه، فكلمته هو انت شيكو بجد؟ فقال لي انا قريت الروايه انا وهشام وقتها، برضو هشام ماجد بعت لي، بس بعت لي عن طريق شيكو الصورة. وقالوا لي ان الروايه حلوه جدا وان هم قروها وان هم فعلا اوريدي هيبداوا يشتغلوا عليها في حاجه زي كده، زي فيلم او حاجه. كانوا وقتها بيعملوا على ما اتذكر الحرب العالميه الثالثه، وكان حتى قال لي اسامي، قال لي احنا هنعمل دور كذا لكذا ودور كذا فلان هيعمله، وايه رايك؟ وشيكو حد ودود وحد مؤدب وابن ناس قوي يعني، هو الوحيد اللي انا اتعاملت معاه فيهم فقادر اقول رايي فيه. وقتها حصل اظن ان هم انفصلوا فالمشروع مات. اوكي. فانا بعتبرها فرصه هي مش ضايعه، بس ما كان ليش نصيب فيها، مش بسبب تقصير من حاجه. وانت فاهم ان المشاريع اللي بيحصل فيها حاجه كبيره زي ان ثلاثي واحد زي ده ينفصل، اظن ممكن يبصوا لها على ان المشروع ده قرفته وحشه علينا. لا مش شرط، اكيد كانوا يعني بيكونسيدروا مشاريع كتير يعني مش يعني انت فوقتها عملوا الحرب العالميه الثالثه، طبعا عملوا الفرنجه وكل واحد راح لحاله بقى. ممكن زي موضوع القبله ده ما يكونش شيكو اصلا، يعني انت ما تعرفش. لا بعت لي صورته معايا وربنا صورته في البيت. هو احنا نوري الصوره يا جماعه عشان نثبت. هو هشام ماجد كان وقتها، بس وقتها برضو الحمد لله يعني ان احمد الجرحي كان مع باسم يوسف في البرنامج، كان عجبته الموضوع جدا، فخده عملها مسرحيه في نادي الصيد، كاست شباب، والموضوع الحمد لله كان كويس. الحمد لله. يعني يمكن ما كان ليش نصيب في دي، بس كان ليا نصيب في دي بقى.